السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة سارة حلمي الهاند ميد والأكل الجميل وكل حاجة حلوة. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الزبادي، هنعملها في البيت. ديت المكونات اللي احنا هنعملها النهاردة. هو اللبن وعلبة زبدية واحدة، هنجيب كيلو لبن بس على علبة زبدية، واللبن لازم يكون بارد. بعد ما غليناه سيبناه لغاية لما برد، ودلوقتي حطينها. هنحط دلوقتي علبة الزبادي، وبضيف على الزبادي 4 معالق لبن. لو عايزة الزبدية تكون كامل الدسم بتحط لها قشطة من اللبن. وبعد كده بقلبهم مع بعض لغاية لما يندمجوا، وبعد كده تبقى كريمي خالص، ما يكونش فيها اي تكتلات. دلوقتي بعد ما عملناها خالص كده بقت كريمي خالص، مفيهاش اي تكتلات. دلوقتي هنحطها في اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبقلب كويس لغاية لما يندمجوا مع بعض. دلوقتي بقى بجيب صينية وبرص فيها الكوبايات، وبحط اللبن بالزبادي اللي عملته، وبعد كده بصب في الصينية مية سخنة. يعني المية بغليها وبسيبها تهدى لمدة ربع ساعة، مفضيهاش أول ما تغلي على طول، ده كده يبوظ الزبادي. وكده بقت جاهزة انها تتحط للفرن. بس قبل ما احطها في الفرن احنا سخنا الفرن لمدة 10 دقايق، وبعد كده طفيت عليها. بعد كده هنحط الصينية، هنحط الاول استرتش فوق الصينية، او نحط غطيان في كل الكوبايات، او نحط غطا حلة. المهم ان هي تتغطى قبل ما تتحط في الفرن. بعد كده هنحطها في الفرن لمدة 4 ساعات، وبعد ما نحطها وتتحط في الفرن لمدة 4 ساعات، بعد كده بنطلعها وبنحطها في التلاجة لمدة يوم كامل. وكده طلعناها من الفرن بعد 4 ساعات. بصوا بقى، هي بالسنة مطلعها لسه المية موجودة، مطلعها اهي، وهي طلعت الكوباية. بصوا عاملة ازاي الكوباية، ماسكة نفسها اهي، الزبادي بقت ماسكة نفسها. بس هنحطها في التلاجة لتاني يوم عشان وادي الزبادي بعد ما طلعناها من التلاجة، بعد ما قعدت لتاني يوم. احنا عملناها امبارح وحطيناها في الفرن لمدة 4 ساعات، بعد كده حطيناها في التلاجة لتاني يوم. بصوا عاملة ازاي، متماسكة ازاي، متقعش خالص، بقت زي الطبيعية اللي بنجيبها من اللبان. بصوا عاملة ازاي، جميلة جدا ومتماسكة جدا جدا جدا. طعمها حلو قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك جميل وتشتركوا في القناة. وشكرا، وكل سنة وانتم طيبين.